السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب حبايبي طلاب الصف الأول الثانوي. النهارده إن شاء الله نحل مع بعضينا شوية أسئلة لأن النهارده مراجعة ليلة الامتحان، فأنا هقسم الفيديو لجزئين، جزء الأسئلة ما حليناهوش في الحصة اللي هو الجزء ده بس أنت بتعرف تحلهم عادي، بس عشان لو في فكرة ولا حاجة تايهة عن دماغك نحل حوالي 30 حاجة و30 سؤال كده من الأسئلة المهمة جدا. والجزء التاني أسئلة من اللي حليناهم في الحصة عشان لو في تريكاية ولا في حاجة واقفة قصادك ان ايه اساعدك فيها، ومش هحل المسائل كلها بتاعت الحصه، هحل مسائل معينه. وهيبقى في فيديو تاني هينزل بعد ده للمقال، يعني انت عندك فيديوهين، فيديو للاختياري اللي هو دوت والفيديو الايه للمقالي. هتخش تجيبه من على صفحه الفيسبوك اللي هي اسمها طلاب مستر مصطفى الجول، ده الجروب بتاع الفيسبوك. نسمي الله كده ونتوكل على الله ونبص على اول مثال. بيقول لي اذا كان المستقيمين دول مالهم بقى، بيقول لي دول متوازيين، اوجد الالف. طب هو لو متوازيين كان ايه شرط التوازي؟ ان الميل الاول بيساوي الميل التاني. طب انا هجيب الميل من المعادله دي اللي فيها س وصاد، بجيب الميل ازاي؟ بقول سالب معامل س، دي 4 عكسها تبقى سالب 4 على اللي جنب الصاد معامل صاد يبقى سالب 4 على ألف، بتساوي الميل التاني هجيبه من المعادله دي. الميل بجيبه من المعادله دي ازاي؟ بجيبه من المتجه اللي هو بيكون بعد الكاف، بقسم الصاد على السين يبقى 9 على 3. انا كده عايز ايه؟ عايز اجيب الف، عشان اجيب الالف ده هضرب مقص، يبقى الالف بتساوي من اللي قصادها 9 تحت وفوق كام في كام؟ سالب 4 في 3، فيطلع معاك الناتج يا محترم بسالب 4 على 3. يبقى الالف بتطلع بسالب 4 على 3 اللي هو الاختيار ايه؟ رقم د. طيب خلاص كده السؤال سهل، السؤال بسيط، واقف على شرط الايه؟ التوازي. تعالى معايا في اللي بعديه كده، بيقول لك ايه؟ اذا كانت المصفوفه ديت ملهاش معكوس ضربي. هو امتى المصفوفه كان بيبقى ليها معكوس ضربي؟ لو كانت دلتا طلع باي رقم ما عدا الصفر، يعني الدلتا تساوي اي حاجه ما عدا الصفر. حلو. طب لو ملهاش معكوس ضربي ده معناه ان الدلتا طلع بصفر. مين هو الدلتا؟ قيمه المحدد. طيب حلو، تعالى جيب لي المحدد. هضرب القطر الرئيسي ده س في س بس اس 2 ناقص القطر الفرعي 12 في 3 ب 36، الكلام ده بتساوي صفر. واحلها معادله عشان اجيب السين، دي بالسالب هوديها بالايه؟ بالموجب، يبقى السين أس 2 بتساوي 36. وعشان أطير الأس 2 باخد جذر للطرفين، فده يتيهم مع ده، يبقى السين بتساوي جدع محترم ما تقولش 6 موجب أو سالب 6. يبقى أنت طلعت السين عشان خدت الجذر التربيعي للطرفين يبقى موجب أو سالب إيه؟ 6. تعال بص على السؤال اللي بعده. بيقول لك إذا كان الألف 8 وكاف والمعيار بتاعه 10 اوجد الكاف. طب ما بسيطة إن شاء الله. بص انا هعمل نفسي ان انا عايز اجيب المعيار. هو المعيار هو مدولي بكام؟ ب 10. ماشي، يبقى المعيار بتساوي 10. ايه هو بقى المعيار؟ جذر السينات تربيع زائد الصادات تربيع، يبقى 8 في 8 ب 64 زائد الصاد تربيع اللي هو كف كاف بكاف أس 2. الكلام ده اللي هو المعيار بتساوي كام؟ 10. فهبسط بقى الكلام ده كله عشان اجيب الايه؟ الكاف. فعشان ابسط الجذر ده هحط ايه؟ تربيع على الطرفين عشان اطير الجذر، الجذر بيطير بالاس 2. يبقى كده اتفضل لي 64 زائد كاف اس 2 بتساوي 100 اس 2 يعني كام؟ 10 اس 2 يعني 100. حلها بقى معادله عشان تجيب الكاف، دي كده بالموجب اوديها بالايه؟ بالسالب. يبقى الكاف اس 2 بتساوي 100 ناقص 64. طبعا يبقى الكاف اس 2 بتساوي 100 ناقص 64 يعني 36. اللي بيطير أس 2 الجذر التربيعي للطرفين، يبقى الكاف بتساوي لما اخد جذر تربيعي للطرفين زي اللي فوق بالظبط، اوعى تنسى الموجب او السالب، يبقى موجب او سالب 6. يبقى الكاف تطلع بموجب او سالب 6 اللي هو اختيار رقم ايه؟ رقم ج. اوعى تختار 6 تقول جذر ال 36 ب 6، لا يا حبيبي ما ينفعش، تقول موجب او سالب 6. تعالى كده نخش على اللي بعده. انا هبعت لك البي دي اف ده على الواتس بحيث ان انت لو عايز تحله بايدك انت تحل مفيش مشكله. بيقول لي ان الف المعكوس الضرب الالف مصفوفه، وعندي الف ب بتساوي مصفوفه، فانا عايز الب. طيب بص، هو اول حاجه انا عشان اجيب الب هقول لك على حاجه. لو انت عندك 5 على 3 ب
بتساوي مثلا 7، فعاوز تجيب الب، فبتودي ديت الناحيه الثانيه متشقلبه، صح كده؟ يعني هتقول الب بتساوي 7 في 3/5، فبتجيب لها المعكوس الضربي. تمام. طب مثلا تاني، لو عندي كده مثلا 2/9 ب بتساوي 9 مثلا، فانا لو عايز اجيب الب هودي دي الناحيه الثانيه بس متشقلبه بالمعكوس الضربي، يبقى الب بتساوي 9 في 2 في 9/2، هي 2/9 تروح هناك متشقلبه. يعني ايه متشقلبه؟ يعني المعكوس الضربي. تمام. طب ما هو نفس الكلام هنا، نفس الكلام، انت عندك ا ب بتساوي مصفوفه، حلو، فعاوز تجيب الب فهتودي ده الناحيه الثانيه متشقلب بالمعكوس الضربي، مع مراعاه ان الالف ده موجود على يمين الب، يعني موجود اول حاجه فيروح لك يبقى اول حاجه، يبقى الب بتساوي الف معكوس ضربي، تمام، في المصفوفه اللي كانت موجوده. طب لو كان العكس، ازاي العكس؟ لو كان الب الاول بعد كده الالف بتساوي مصفوفه، هو كده الالف موجود اخر حاجه فهودينك اخر حاجه، يعني الالف موجود بعد الب الاول بعد كده الالف، فهودينك بعد المصفوفه، يبقى الب بتساوي مصفوفه وبعديها الف معكوس ضربي. طبعا تفرق، خلي بالك الضرب مش ابدالي. طب خلاص تعالى كده نفهم دي تاني. بص، هو انا هنا بقول ايه؟ بقول لك ان انت عندك الف، بص كده، الف ب بتساوي المصفوفه دي، اللي هي 4 سالب 2 0 1، فعايز اجيب الب لوحديها، فهودي دي الناحيه الثانيه بالمعكوس الضربي، بس دي اول حاجه تروح هناك اول حاجه، يبقى الب بتساوي الف معكوس ضربي في المصفوفه مين؟ 4 سالب 2، تمام، 0 1. الالف معكوس الضرب ده راجل جدع، هو مديني الالف معكوس ضربي اصلا، يبقى همسح الالف دي احط منها اللي هو ايه؟ الالف معكوس ضربي، اكتبها بقى سالب 1 و2 و1 و3. انا عايز اجيب الب بقى، كنا بنضرب المصفوفتين، بضرب كل صف في ايه؟ في عمود، هو كده اضرب المصفوفتين لما اضرب دول هيديني الب، يبقى سالب 1 في 4 بسالب 4 زائد 2 في صفر بصفر، اضرب في العمود الثاني، سالب 1 في سالب 2 ب2، 2 في 1 ب2، قشطه. اضرب بعد كده الصف ده في العمود الاول، 1 في 4 ب4 زائد 3 في صفر بصفر، اضربه في الاخير بقى، 1 في سالب 2 بسالب 2 زائد 3 في 1 ب3، وطلع النواتج، سالب 4 زائد صفر بسالب 4، 4 زائد صفر ب4، 2 و2 يعني 4، سالب 2 و3 بكام؟ ب1، يبقى المصفوفة ب طلعت بكام؟ سالب 4 4 4 1، اللي هو الاختيار رقم ج، هو ده الصح. لو مش مجمع معاك بص على السؤال تاني ويرجع الفيديو حتة صغيرة وامشي معايا واحدة واحدة عشان تقدر ايه تحلها لي. تعال بص على ايه؟ على الأسئلة دي. بص، السؤال ده بسيط جدا من الفيزياء والعلوم والكلام ده. أي مما يأتي يمثل كمية متجهة. الكمية متجهة اللي هي ليها مقدار واتجاه، طبعا الكتلة مش هينفع أقول مقدار واتجاه، هي كتلة بس مقدار بس، ولا الزمن ليه مقدار واتجاه، ولا درجة الحرارة، أنا ضربت 30 درجة 50 درجة، لكن ما بقولش 50 درجة في اتجاه دماغي و40 درجة في اتجاه رجلي، ما بقولش الاتجاهات دي، لكن الإزاحة هي اللي فيها الاتجاهات، يبقى الكمية المتجهة من دول هي الإيه؟ الإزاحة. عايز طول الجزء المقطوع من محور الصادات. طول الجزء المقطوع من محور الصادات يعني ايه؟ يعني عايز المستقيم ده خبط محور الصادات فين؟ يعني بص، لو انت عندك محور السينات محور الصادات، لو انت عندك كده المستقيم جاي كده، فلو جبت نقطة التقاطع مع محور الصادات مثلا هنا ب5، يبقى طول الجزء ده المقطوع بكام؟ ب5. لو مثلا جبت النقطة دي ب7، تمام، الصاد اللي هي نقطة التقاطع دي، حلو، لو جبت الصاد اللي هنا دي ب7 فهيبقى الطول ده ب7، حلو، فأنا عايز أجيب نقطة التقاطع مع محور الإيه؟ الصادات. طب هي النقطة على محور الصادات بتكون السينات بإيه؟ بصفر، جدع، هحط السين بصفر وأشوف الصاد بكام. طبعا بص، 3 في صفر مع السين قلنا بصفر يبقى دي بصفر، حلو، يبقى أقول كده إيه؟ 2 صاد 2 صاد ناقص 12 بتساوي صفر، وأحلها معادلة عادية بقى، دي بالسالب أوديها بالإيه؟ بالموجب، يبقى 2 صاد بتساوي 12 وأقسم على الاتنين وعلى الاتنين، فده يتيهم مع ده، يبقى الصاد بتساوي 12 على الاتنين فيها 6، يبقى طول الجزء المقطوع من محور الصادات طلع بكام؟ ب6.
تعالى في اللي بعديها. بص اللي بعديها بيقول لك ايه؟ بص يا صديقي، طب هو لو كان عايز طول الجزء المقطوع من محور السينات فاحط الصادية اللي بصفر. حلو قوي. تعالى كده في اللي بعديها بس ركز معايا كويس. بيقول لي هنا اذا كان السيتا تنتمي من صفر ل 2 باي، فبيقول لي عدد حلول المعادلة دي يساوي ايه؟ طب ما تجرب تحلها كده. هو انت عندك 2 جا سيتا بتساوي 3، وعشان تجيب الجا هقسم على الاتنين وهقسم على الاتنين، فده يتيوم مع ده، يبقى الجا سيتا بتساوي 3 على الاتنين. طبعا جا سيتا لو عملتها على الآلة شيفت ساين 3 على الاتنين مش هتطلع ناتج، لأن 3 على الاتنين دي يعني 1.5، وما ينفعش الجا تساوي أكبر من 1 أصلا. المهم لو عملتها على الآلة مش هتطلع ناتج، فمش هتطلع ناتج يعني عدد الحلول بإيه؟ بصفر. طب لو طلعت ناتج هتحلها بقى مع نفسك بقى، نحلها. ممكن تبقى ليها حلين، ممكن تبقى ليها حل واحد، ممكن تبقى زي دي ما بقاش حل اصلا فيبقى عدد الحلول صفر عادي يعني. السؤال ده فكرته من فوق، عايز مساحة المثلث او مساحة المثلث المحدد بمحور السينات ومحور الصادات والمستقيم ده. ادي محور السينات وادي محور الصادات، ومثلا مثلث جاي كده. فمثلا دي نقطة التقاطع مع محور السينات ودي نقطة التقاطع مع محور الصادات. لو عندي مثلا دي ب3 ده كده قائم، وعندي مثلا دي ب5 فدي بقى القاعدة وده هيبقى الارتفاع، فهقول نص القاعدة اللي هي 3 والارتفاع اللي هو 5، يبقى دي مساحة المثلث. يبقى أنت عشان تعرف مساحة المثلث لازم تجيب القاعدة والارتفاع، وعشان تجيب القاعدة والارتفاع عايز تجيب النقطة دي ونقطة التقاطع دي. طب أجيبهم إزاي؟ لا أنا لسه قايل واحدة زي فوق، أنا عايز أجيب نقطة التقاطع مع محور السينات، يبقى أحط الصاد بصفر، يعني النقطة على محور السينات يبقى الصاد بصفر. يبقى لو حطيت الصاد دي بصفر هيبقى 2 س بتساوي 6، ما هو 3 في صفر بصفر، وعشان أجيب السين هقسم على الاتنين وعلى الاتنين فده يتيهم مع ده، يبقى السين بتساوي كام؟ 3. يبقى النقطة دي عندي ال3، يعني الطول ده طوله كام؟ 3. حلو. طب عايز اجيب نقطة تقاطع مع محور الصادات، يبقى احط السين هي اللي بصفر، احط السين هي اللي بصفر، حط لي السين دي اللي بصفر، هيبقى 2 في صفر بصفر زائد 3 صاد بتساوي 6. طبعا الصفر ده ملوش لازمة اصلا، عشان اجيب الصاد هقسم على ال3 وعلى ال3 فده يتيهم مع ده، يبقى الصاد بتساوي 6 على ال3 فيها الاتنين، يبقى الحتة دي واقفة عند الاتنين، يبقى طول الحتة دي كلها بكام؟ ب2. انت عايز تجيب مساحة المثلث، يبقى مساحة المثلث نص في القاعدة بكام؟ ب3 في الارتفاع بكام؟ ب2، فده يتيهم مع ده، يبقى مساحة المثلث بتساوي 3. يبقى أنا بالنسبة لي أختار د اللي هي إيه؟ اللي هي 3. نفس فكرة السؤال اللي قبل دوت اللي هو كان عايز نقطة تقاطع أو نقطة التقاطع. حلو قوي. أو طول الجزء المقطوع. ماشي. تعالى نشوف اللي بعده واحدة واحدة. اللي بعده بيقول لي عايز إيه؟ بص يا صديقي، بيقول لي عايز نقطة تقاطع المستقيمين دول. ادي المستقيم الاول اللي هو ر1 وادي المستقيم الثاني اللي هو ر2. هو انا عشان اجيب نقطة التقاطع، هو انت عندك القانون بتاع ر ايه؟ الر بتساوي ق زائد ك ي. حلو. القاف دي كانت نقطة، من حسن حظي ان انا عندي ر بتساوي ق، القاف دي 3 و5، يعني النقطة دي 3 و5 وكمان النقطة دي 3 و5، فهم وش النقطة مشتركة هنا 3 و5 وهنا 3 و5، يبقى أكيد الاتنين متقاطعين وش عند مين؟ عند ال3 و5. ده وش ليه؟ هما النقطة مشتركة، هي اللي هنا هي نفس اللي هنا، يبقى أكيد دول لما خبطوا مثلا بعض، لو خبطوا بعض كده هيخبطوا بعض في النقطة دي. حلو. ده كده يعني ده لازم. السؤال اللي جاي ده مهم جدا، عايز مساحة المثلث، مديني أ وب وج، دي رؤوس المثلث، عايز مساحته. حلو قوي. مساحة المثلث لو فاكر يا صديقي كنا بنقول مساحة المثلث وانت عندك 3 رؤوس، كنا بنقول مساحة المثلث بتساوي نص المحدد. مساحة المثلث بتساوي نص قيمة المحدد، ولازم يطلع بالموجب، مفيش مساحة بالسالب، يعني لو طلع بالسالب هاخدها موجب دايما، مفيش مساحة سالب خالص. طيب تمام، يبقى أنا هعمل محدد كده، تمام، وبسقط النقطة الأولى 3 و0
والنقطة التانية صفر وسالب 8، والنقطة التالتة صفر وصفر، والايه التالت ده بيكون 1 1 1. هفك المحدد ده عن طريق أي صف وأي عمود، هنفكه عن طريق أي صف وأي عمود. أنا أسلك صف أفكه بيه يا إما الصف الأول، العمود الأول، يا إما الصف التالت عشان ده فيه صفرين. طب لو أنت فكيته بالصف الأول ما هتطلع نفس الناتج عادي. حلو، تعالى فكه بالعمود بالصف الأخير. ماشي، اوعى تنسى بس النص بره عشان أنت هتنساه، خلي بالك. فكه، هو الإشارات كانت موجب سالب موجب، ليش معنى اخترت ده جوه؟ لا براحتك عادي، لو اخترت اللي فوق عادي، بس أنا اخترت ده عشان فيه صفرين، فالصفرين دول هيطيروا لي أصلا كل الدنيا. يبقى أنا اللي هحتاجه بس دوت الواحد، وأعمل بعديه محدد صغير. عشان أفك المحدد ده كنت بشطب الصف والعمود بتاعه، يبقى إيه اللي اتبقى لي؟ 3 0 0 سالب 8. خلاص تمام، يبقى هقول نص في، أطلع الناتج من هنا. طبعا الواحد ده ملوش لازمة أصلا، واحد في أي حاجة زي ما هو. هضرب القطر الرئيسي 3 في سالب 8 بسالب 24، تمام، ناقص صفر في صفر ملوش لازمة الصفر، يبقى نص سالب 24 بكام؟ بسالب 12. طبعا ممكن تختار انت سالب 12، تبقى انت كده بتمسك السلك عيان. ليه؟ اصل مفيش مساحه بالسالب، يبقى هاخدها بالموجب بس. يبقى انت عندك كده المساحه تطلع ب 12 مش بسالب 12. مهم جدا السؤال ده، ان هو عايز مساحه المثلث ومديك كام نقطه؟ 3 نقط. مساحه المثلث نص المحدد، وخلي بالك انت هتنسى النص، انا قلت لك اهو. تعالى هنا، بيقول لي انت عندك متجه ب بتساوي سالب 3 ألف. عايز اقول لك حاجه، لو انت عندك متجه بتساوي رقم مضروب في متجه تاني، يبقى دول وش بيكونوا متوازيين. من خواص المتجهات اصلا، وده الكلام ده هتاخده في ثالث ثانوي كمان، موجود في ثالث ثانوي على فكره رياضه. المهم وخدته في الفيزياء تقريبا، لو المتجه بتساوي رقم في متجه تاني يبقى دول متوازيين وش. فكده بالنسبه لي ب بتساوي سالب 3 ألف، يبقى دول وش متوازيين. خلاص ماشي، بدون يعني ايه وجع دماغ. طب تعالى هنا، دي حته كده من ثالثه اعدادي، ولكن هي ليها علاقه بالسنه دي، يعني مالهاش علاقه قوي، دي كانت حاله خاصه من السنه دي. انت كان عندك التقسيم بنسبه 3 الى 2، 2 الى 1، كان بيديك تقسيم من الداخل ومن الخارج، لكن دي حته كده من ثالثه اعدادي بس جت في كذا امتحان. بيقول لي النقطه دي 3 و6 منتصف الف ب. حلو، انا هعمل كده، ادي الف وادي ب. الالف هو مديهولي بكام؟ بسالب 3 و7، سالب 3 و7، والب مش مديهالي، ده هو عايزها اسميها س وصاد. الجيم اللي في النص بالظبط بكام؟ ب3 و6. فكنت عشان تجيب النقطة اللي في النص، كأن النقطة اللي في النص دي مش عندي، كنت عشان تجيب النقطة اللي في النص كنت بتقول مجموع س على الاثنين ومجموع صاد على الاثنين، يعني هجمع السين مع السين واقسم على الاثنين، يبقى سالب 3 زائد س واقسم على الاثنين. وعشان اجيب الصاد اجمع الصاد مع الصاد واقسم على الاثنين، يبقى 7 زائد ايه؟ زائد صاد واقسم على الاثنين. الكلام ده كله بتساوي ايه؟ بتساوي النقطة اللي في النص. انا كده بجيب النقطة اللي في النص، النقطة اللي في النص اللي هي كانت كام وكام؟ 3 و6. خلاص ماشي. طب كده تالتة اعدادي بالظبط، زوج مرتب بتساوي زوج مرتب، يبقى ايه؟ المسقط الاول بتساوي الاول والثاني بيساوي الثاني. طب مين هو الاول ده؟ اللي هو كان سالب 3 زائد س على الاثنين، بتساوي كام؟ بتساوي 3. ماشي، ملهاش مقام، مقامها واحد. اضرب بقى مقص عشان تجيب السين. هضرب واحد في كل اللي فوق ينزل زي ما هو، سالب 3 زائد س بتساوي 2 في 3 ب6، ودي السين بعكس الإشارة، السالب أوديها بالموجب، يبقى س بتساوي 9. حلو حلو، أنا كده جبت السين. تعالى بنفس الطريقة هنا نجيب الصاد، هقول اللي بعد الفاصلة بتساوي اللي بعد الفاصلة اللي هي مين؟ اللي هي ال6، يبقى 7 زائد صاد بتساوي على الاثنين الأول بتساوي كام؟ 6. وطبعا ملهاش مقام، مقامها واحد. اضرب مقص، واحد في كل اللي فوق ينزل زي ما هو، بتساوي 2 في 6 ب 12. هودي السبعة بعكس الإشارة دي بالموجب تروح بالإيه؟ بالسالب، يبقى الصاد بتساوي 12 ناقص 5 ناقص 7 يعني ب5. يبقى النقطة اللي هو عايزها السين طلعت بكام؟ ب9
والصاد بكام؟ ب5، يبقى 9 و5 اللي هي النقطة ايه؟ النقطة ج. تمام؟ تمام. تعالى كده اللي بعده ونشوف فين. ادي اللي بعده اهو، وصلنا اللي بعده. بص يا معلم، بيقول لي ايه في اللي بعده؟ بيقول لي اذا كان المستقيم الذي معادلته ده يكون متجه اتجاهه ايه؟ انا عشان اجيب المتجه بتاع الاتجاه لازم يكون عندي الميل، وانا لو عندي الميل هجيب متجه الاتجاه عادي. ماشي. طيب بص، عشان تجيب متجه الاتجاه هجيب الميل. كان عندك في ثالثه اعدادي ان الصاد بتساوي م س زائد ج. يعني لو الصاد واقفه لوحديها يبقى معامل س ده هو الميل. هتقول لي انا هتلخبط، انت قلت لي عكس معامل س على معامل صاد. الكلام ده لو المعادله صفريه. عايز تخليها صفريه، ودي دي بعكس الاشاره ودي دي بعكس الاشاره، وقول زي ما انت عايز عكس معامل س على معامل صاد. طب لكن هنا الميل واضح وصريح، الميل بتساوي معامل س بس، ده لما تكون الصاد واقفه لوحديها. يبقى 5 على 4. طب ده الميل، لو الميل ب5 على 4 يبقى المتجه بكام؟ المتجه اللي تحت بعد كده اللي فوق يبقى 4 ب5. طب في حد عايز يعملها ايه؟ يقول لك انا بس انا بقى انا خليها زي ما انا متعود، هقول صاد ماشي وادخل دي بعكس الاشاره -5 على 4 س ناقص 1 بتساوي 0، واقول الميل ايوه ماشي عايز تقول ايه بقى؟ سالب معامل س على معامل صاد، دي -5 على 4 يبقى 5 على 4. الصاد مش جنبيها حاجه يعني 1، طب ما هو الواحد في المقام ملوش لازمه اهو، يبقى الميل برضه ب5 على 4 زيها. خلاص براحتك الاثنين زي بعض، المهم ان الميل ب5 على 4 يبقى المتجه بتاع الاتجاه 4 و5 اللي هو يبقى الاختيار رقم ب. تعالى اللي بعده، عايز مساحه المثلث الذي يصنع، اللي هو مساحه المثلث الذي يصنع مع المستقيم ده ومحاور الاحداثيات. يعني ايه؟ يعني انت عندك كده محور الاحداثيات السيني والصادي، السينات والصادات، وعندي خط ده كده. فلسه قايل من شويه عايز اعرف النقطه دي بكام والنقطه دي بكام عشان اجيب مساحه المثلث. بص، عايز تعمل زي المساله اللي فاتت وتحط السين بصفر والصاد بصفر يبقى يا مرحبا. عايز تعمل زي اللي هقول لك عليه دلوقتي احسن. دي حاله خاصه، ايه بقى هي؟ لو السين تحتها رقم والصاد تحتها رقم والكلام ده بتساوي 1، يبقى اللي تحت ده الجزء المقطوع من محور السينات اللي هو 2، وده الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو 6. يبقى انت عندك القاعده دي كده اللي تحت دي ب2 والارتفاع ده ب6، يبقى انت عندك مساحه المثلث نص في القاعده 2 والارتفاع ب6، فده يتم مع ده يبقى المساحه طلعت ب6 اللي هي هتبقى رقم ب. ده لو انت عايز تعمل كده. طب لو انت عايز تعملها زي ما عملناها اللي فوق خلاص، عشان تجيب النقطه دي على محور السينات حط الصاد بصفر هتطلع برضه السين ب2. طب هنا عايز تجيب النقطه مع تقاطع مع محور الصادات، حط الايه؟ انت هنا هتحط الصاد بصفر، هنا هتحط الصاد بصفر، طب هنا هتحط السين بصفر. لو حطيت السين بصفر هتجيب الصاد هيطلع برضه ب6 زي ما احنا قلنا. فانت على طول لو س على رقم وصاد على رقم زائد وديت بتساوي 1 يبقى ده الجزء المقطوع من محور السينات على طول، وده الجزء المقطوع من محور الصادات. السين يبقى الجزء المقطوع من السينات، الصاد الجزء المقطوع من الصادات، وجبنا المساحه عادي. تعالى كده نخش على السؤال اللي بعده ونشوف الدنيا فيها ايه. كده الكلام بسيط ولكن بلفت نظرك وادينا بنحل مع بعضينا عشان يبقى الموضوع تمام. بيقول لك ايه يا صديقي؟ ان المصفوفه دي شبه متماثله. ماشي. عايز 2 س زائد ص زائد ع. هجيبها ازاي؟ ما لازم اجيب السين والصاد والعين. طب لو دي شبه متماثله يبقى القطر الرئيسي ده بكام؟ بصفر. لو دي شبه متماثله يبقى القطر الرئيسي ده بصفر، يعني كده العين دي بصفر. ماشي. واحط ده بصفر يبقى السين زائد 1 بصفر، فلما اودي ده هناك يبقى السين بتساوي -1. كده انا جبت العين والسين. ماشي. عشان يبقى القطر الرئيسي بصفر ابص العين بصفر هتبقى العين دي مكانها صفر، ولو السين ب1 يبقى -1 زائد 1 بصفر، يبقى كده خلاص دول اصفار. تمام. جبت كده السين والعين. طب وبعدين ولا قبلين؟ احنا قلنا بقى الشبه متماثله اللي تحت بتساوي اللي فوق بس بعكس الاشاره. مين هي اللي تحت؟ ص ناقص 3 بتساوي دي -1 عكسها ايه؟ 1. وحل عليه بقى معادله عاديه، هي دي بالسالب اوديها لك بالايه؟ بالموجب، يبقى ص بتساوي 4. كده انت عندك السين والصاد والعين. تقدر تجيب لي اللي هو عايزه؟ اه طبعا. هو عايز 2 س
والسين بسالب 1 يبقى 2 في سالب 1 بسالب 2، والصاد ب4 يبقى زائد 4، والعين كده كده بصفر. يبقى انت عندك الصفر ملوش لازمه، سالب 2 و4 بكام؟ ب2. يبقى انت عندك الحل الصح 2. خلاص كده؟ يبقى انت عندك الناتج اللي هو عايزه طلع بكام؟ ب2. تعالى بص اللي جايه دي، هو بيقول لك هنا عايز ايه؟ انا كنت عاملها 4، مش عارف بقى ال4 دي ايه؟ تقريبا كنت قايل ان السين دي بصفر، يبقى انا كده غلطت تقريبا هنا، بس هي هنا عندك هي كده طلعت 2. قشطه. انا عايز اجيب الالف ب متجه، اجيبه ازاي؟ خليها زي ما هي، ماشي. بص، عايز اجيب الالف ب متجه، قول لي بقى اجيبها ازاي؟ واحده واحده. الالف ب متجه دي يعني ب ناقص الف، وانا عندي الف وب والاثنين على الصوره الاحداثيه، يبقى هجيب الب ناقص الف. الب بكام؟ بواحد واثنين، ناقص الالف بكام؟ 3 والسالب 2. طبعا ممكن اخلي السالب دوت يبقى موجب واغير الشوط اللي جوه تبقى سالب وموجب وبسط بقى عادي. هيبقى دوت مع ده، السين مع السين 1 ناقص 3 بسالب 2، وهيبقى 2 و2 4، يبقى الحل صح سالب 2 وايه؟ و4. تعال نبص على اللي بعده، كده 16 سؤال ونشوف. ادينا مكملين، الدنيا مش اصعب حاجه، الدنيا بسيطه ولذيذه. هنا بيقول لي انا عايز الصوره الاحداثيه للمتجه ده، طبعا دي باي يعني دي زاويه يعني دي صوره قطبيه، فعشان اجيب الصوره الاحداثيه يعني عايز اجيب السين والايه؟ والصاد. طب بسيطه، عشان اجيب السين كنت بحط ما بينهم جتا، هي الباي دي يعني 180، خد بالك. يبقى انت هتقول له 5 جتا 180، 5 جتا 180 هتطلع بسالب 5. قشطه. وعشان تجيب الصاد تحط جا، تبقى 5 جا 180 هتطلع بكام؟ بصفر. يبقى انت عندك على الصوره الاحداثيه يبقى سالب 5 وصفر. تعالى اللي بعده ده، بص اللي بعده ده عايز قيمه المحدد. هعلم على القطر الرئيسي، علمت، لقيت فوقيه المثلث الصفري، حلو. فلو لقيت فيه مثلث الصفر فوق القطر فكنت بقول الناتج حاصل ضرب القطر الرئيسي، يبقى اضرب دول في بعض كلهم بقى، ماشي. هيبقى 5 في سالب 3 بسالب 15 في 2 بسالب 30 بكل بساطه وشياكه واناقه وعادي. تعال نشوف اللي بعده، تعال نشوف اللي بعده. بسم الله. تعال بص كده، بيقول لي قياس الزاويه ما بين المستقيمين دول. انت عندك القانون بتاع قياس الزاويه كان ظا ه بتساوي الميل الاول ناقص الميل الثاني على 1 زائد م 1 م 2. طبعا عايز اجيب الميل الاول واجيب الميل الثاني. المعادله دي على الصوره الاحداثيه فيها س وصاد، فهجيب الميل سالب معامل س على معامل صاد، س مش جنبها حاجه واحد يبقى عكسها سالب 1، والصاد بكام؟ ب3. ده كده الميل الاول. الميل الثاني عشان اجيبه دي معادله على الصوره الايه؟ المتجهه، فكنت بقسم الصاد على السين اللي بعد الكاف يعني فيها نص. تعال نعوض، اعوض ازاي؟ الميل الاول بسالب 1 على 3 والثاني بنص، فهمسح م 1 وهكتب بسالب تلت، وم 2 بنص، وم 1 في م 2 اضربهم سالب تلت في نص، هتقوم مدخلي دول على الآلة فيطلع معاك ب1، فيبقى الظاهر بتساوي 1، يبقى شيفت تان 1 فتطلع الزاوية بكام؟ ب45. على بعده، اللي بعده بيقول لك ايه يا اسطى؟ بيقول لك انت عندك جا في زتا بتساوي نص، اوجد السيتا، والسيتا دي من باي على الاثنين ب2 باي، باي على الاثنين اللي هي 90، ما هو 180 على 2 ب 90، 2 باي اللي هي 360. طب واحده واحده بقى، هعملها ازاي؟ بص يا عم، هو عايز كده باي على الاثنين يعني 90، ال2 باي يعني 360. قشطه. هعملها ازاي؟ هو انت عندك بسم الله الجا في الزتا، الجا ملهاش فكه، ولكن الزتا عباره عن جتا على ايه؟ على جا، الكلام ده بتساوي نص. فبسم الله الجا والجتا باي باي، يبقى كده الجتا سيتا بتساوي كام؟ نص. هتقول شيفت كوزين نص، هتطلع بالنسبه لك السيتا بتساوي 60. شيفت كوزين نص، حلو، 60. هي بسم الله الجتا دي موجبه، الجتا موجبه في ربعين، في الربع الاول والايه؟ والرابع.
الرابع الأول أهو، والرابع الأول يعني السيتا زي ما هي اللي هي 60، الرابع يعني كان 360 ناقص السيتا تطلع 300. طبعا الأول مش هينفع آخد 60، طب ليه؟ أصل هو قال لك أصغر حاجة 90 فدي مرفوضة. الرابع يعني 300، تمام. طب وال 300 دي يعني إيه؟ حولها لي بقى، اللي هو هتكتب لي على الآلة 300 على 180 وحط جنبيها باي، يبقى 300 على 180 وجنبها باي يطلع 5 على 3 باي اللي هي تبقى رقم ج. تعال نطلع تاني ونكمل، والدنيا لحد دلوقتي تمام، أنا مش شايف أي صعوبة معاك، يعني أنا شايف لحد دلوقتي الدنيا بسيطة، ولو أنت مذاكر أدينا بنكمل أنا وأنت وبنحل ونظبط الدنيا. هو بيقول لي المصفوفة دي في المصفوفة دي بتساوي دي، عايز أ زائد ب. تعال نشوف، أنا هضرب دول في بعض، هضربهم في بعض، فأنا هضرب الصف في العمود. اضرب كده معايا، بص بتساوي طبعا 9 و6. الصف في العمود 2 في أ ب2 أ، 1 في ب بب، وبعد كده الصف في العمود 3 في أ ب3 أ، وسالب 1 في ب بسالب ب. عندي مصفوفتين بيساوي بعض، يبقى كل عنصر بيساوي نظيره، يبقى مين بتساوي مين؟ يبقى 2 أ زائد ب بتساوي 9، ومين بتساوي مين؟ 3 أ ناقص ب بتساوي 6. عشان تجيب الألف والب هتجمعهم زي تالتة إعدادي، هتجمعهم زي تالتة إعدادي أو تحلهم على الآلة. كنا بنشد خط ونجمع، يبقى 2 أ و3 أ 5 أ، ب بالموجب وب بالسالب باي باي بتساوي 6 و9 15، أقسم على الخمسة وعلى الخمسة فدول باي باي، يبقى الألف بتساوي 15 على الخمسة فيها كام؟ 3. جبت الألف ناقص أجيب الب، يا إما أعوض في الأولى يا إما أعوض في الثانية، الأسهل الأولى عشان الب موجبة، يبقى أشيل كل ألف وأحط 3. 2 في 3 ب6 زائد الب بتساوي 9، وهودي الستة بعكس الإشارة، يبقى الب بتساوي 9 ناقص 6 يعني الب بتساوي 3. عندي الألف وعندي الب 3 و3 يعني مجموعهم 6 اللي هو ده. خلاص كده، تعال نبص على اللي بعده ونشوف الدنيا فيها ايه. يلا يا معلم، بص بقى، هو هنا دي حاجة من خواص المتجهات، عايز أعلمك حاجة. بص من خواص المتجهات وهقولها لك في المقالة، لو عندي كده من ألف لحد ب، لو سميت ده ألف وده ب، مشيت كده، وبعد كده مشيت من ب لحد ج، حلو، ده كده المسافة. طب الإزاحة، الإزاحة أنا ممكن أمشي من أول ألف لحد ج على طول، صح كده؟ يبقى سهم كده سهم كده وده قفله، مش فاهم يعني كده الألف ب زائد مشيت من ب لج، الكلام ده بتساوي إيه؟ بتساوي أنا ممكن أمشي من إيه؟ من ألف لج على طول من البداية للنهاية، يبقى أقول ألف ج على طول. حلو، اللي هو بقى بنعملها إزاي على طول؟ بص بعد كده نعملها إزاي على طول هتشوفها بقى في المقالي، هديك كام مثال عليها كده على طول. بص اللي هو لو دوت زي ده الاثنين في النص يتيجوا مع بعض يبقى اتفضل لي ألف ج على طول كده على طول. بص يعني لو عندك كده س صاد زائد صاد عين، عايز تعرف دول ناتجهم بيطلع ايه؟ فده بيتشتم مع ده يبقى س عين على طول، بس كده البدايه مع النهايه. طب لو عندي كده مثلا د لام زائد لام واو، دول متجهين بجمعهم في مثلث دول اكيد، فده بيتيهم مع ده يبقى اتفضل لي ده الواو بس. حلو، تعال نشوف، هو انا هنا عندي المتجه ا ب والمتجه، يا نهار ابيض ده احنا بننهار هنا بننهار بسببكم منكم لله منكم لله. تعال نشوف، انا عندي المتجه ا ب والمتجه ب ج وعايز المتجه ج أ. حلو، هو أنا لو عندي كده أ ب زائد الب ج، طب ما هو ده هيديني إيه؟ هيديني دول يتيجوا مع بعض، هيديني أ ج، إحنا لسه قايلينها من شوية. هو عايز أ ج، أنا جبت أ ج وهو عايز ج أ، يا عم بعد ما تجيب ده اعكسه غير لي إشارته يعني. طب يعني أعمل إيه؟ يا باشا بص، الألف ب بكام؟ أنا كده هجيب الألف ج، هجمع الاثنين دول، حلو اهو زي ما قلنا نجمع الاثنين دول، يبقى هجمع 3 والسالب 4 زائد الب ج بكام؟ 2 و1، اجمع بقى كده. بص
انا هجمع السين مع السين والصاد مع الصاد، يبقى 3 و2 5 سالب 4 و1 بسالب 3. حلو قوي. انت عندك كده 3 و2 5 حلو، وسالب 4 زائد 1 بسالب 3. ده مين؟ ده الالف جيم. هو مش عايزه، هو عاوز الجيم الف. ما انا عشان اشقلب الحرفين لازم اغير الاشارات. يعني ايه؟ يعني بدل ما دي 5 يبقى سالب 5، بدل ما دي سالب 3 يبقى 3، يبقى سالب 5 و3 اللي هي ايه؟ د. بص، لو انت دي مش حاسس ان هي احسن حاجه، ففي المقال هظبط لك الحته بتاعت الجمع دي عشان لو بايظه معاك. تعال نبص السؤال اللي بعديه. بيقول لي لو كانت الف مصفوفه قطريه على النظم 3 في 3. حلو. هي وبيقول لي الف صف عمود بتساوي 5 5. تمام؟ 5 لكل س ص. قشطه. بص بقى ركز معايا. هي مبدئيا لو مصفوفه قطريه مش هينفع تكون صفريه. ما هي قطريه دي يعني ايه؟ يعني كلها اصفار ما عدا القطر الرئيسي. لكن صفريه كلها اصفار بس. صفريه ومضروبه في 5، ما هو الصفر لو ضربته، بص، الصفر لو ضربته في 5 بصفر يبقى مش دي. طيب اي بس اكيد لا. اي دي يعني بص، يعني عباره عن كده، هتبقى 1 0 0 0 1 0 0 0 1. يبقى القطر الرئيسي وحيد، دي وحده. لكن هو عايز الصف في العمود يتضرب ب5، يعني كلها تتضرب في 5. فانا لو ضربت الاي دي في 5 هيبقى بص، هيبقى 5 في 1 ب5، 5 في 1 ب5، 5 في 1 ب5، و5 في اي صفر بصفر زي ما هي. يبقى هي دي المصفوفه اللي هو بيقول لي الف صف عمود بتساوي ايه؟ 5 والف صاد عين. حلو. انا بالنسبه لي المصفوفه اللي هو عايزها دي هيبقى 5 بس جنبها ايه؟ اي. بس كده خلاص. خلاص الكلام عشان ما تتوهش معايا. هو عايز، بص، هي مصفوفه قطريه يعني القطر الرئيسي بس هو اللي فيه خمسات. القطر الرئيسي بس هو اللي فيه خمسات. لو في وحيد لا، هو بيقول لك الف س ص بتساوي 5، يبقى لازم القطر الرئيسي ده هو اللي فيه ايه؟ خمسات. هنا القطر الرئيسي هيبقى فيه وحيد، ما ينفعش. هنا القطر الرئيسي كله صفار، ما ينفعش. كله صفار، ما ينفعش. كله خمسات، هي دي. تعالى كده نبص على اللي بعديها. بص اللي بعديها يا سيدي. هنا اللي بعديها انا عندي محدد ومحدد تاني، والمحدد التاني فيه كاف، فهو عايز الكاف دي. قشطه. انا هفك المحدد، انا ما عنديش امكانيه غير حاجه واحده بس، ان انا افك المحدد. افكه ازاي؟ هضرب دول في بعض، الف في د بالف د ناقص ب في ج بب ج، الكلام ده بتساوي 6. بس كده خلاص. ده انا الامكانيه اللي عندي، انا ما عنديش امكانيه غير ان انا افك المحدد. وهضرب دول في بعض، هضرب الف د الف كاف د بالف كاف د ناقص، هقوم ضارب دول في بعض، كاف ج ب. بص انا هضربهم في بعض يبقى كاف ج ب. الكلام ده هو بيقول لي بكام؟ بالسالب 24. تمام زي الفل. انا ملاحظ حاجه ايه؟ ان انا هنا في كاف وهنا في كاف، فممكن اخد الكاف دي بره، يبقى الكاف بره عامل مشترك. خدت الكاف يبقى الف د اتبقى ناقص، خدت الكاف يبقى الجيم ب اتبقى. الكلام ده بسالب 24. اصلا الالف د ناقص الجيم ب دي انا لسه جايبها بكام؟ ب6. يبقى كده كاف في 6 بتساوي سالب 24. كاف في 6 يعني 6 كاف. هي. طب عشان اجيب الكاف هقسم على اللي جنبيها، على الستة وعلى الستة، فدي تيجي مع دي، يبقى الكاف بتساوي سالب 24 على الستة بسالب 4. انا كده جبت الكاف بسالب 4. تعال بص ده، انا عندي جا س زائد جاتا جاتا س برضه، جا س زائد جاتا س اس 2 ناقص 2 جا س جاتا س. افك دي ازاي يا محترم؟ عادي، انا كنت بفك دوت اللي هو عليه اس 2، بربع الاول واربع الثاني والاول في الثاني في 2، يبقى جا في جا في جا اس 2 زائد جتا في جتا بجتا اس 2. دي موجب تنزل موجب. حلو. وهقول 2 في الاول في الثاني، 2 في جا جتا ب 2 جا جتا. حلو. انا كده فكيت القوس ده بس بدول. حلو. في بقى بره القوس هنا سالب 2 جا س جتا س. طبعا 2 جا س جتا س و2 جا س جتا س دول يتيجوا مع بعض، ما هو 2 بالموجب و2 بالسالب كانها 2 ناقص 2 بصفر. هيتفضل لي جا س اس 2 زائد جتا س اس 2، دول مع بعض بكام؟ بواحد، اللي هو هيبقى الاختيار ايه؟ ج. وكده الموضوع تمام.
خلاص هانت الاسئله دي، هانت. هم تقريبا دول 31 سؤال، احنا كده في ال 26، فكده الموضوع حلو يعني مش وحش. تعالى لي واحده واحده. انا عايز ايه يا بون؟ انا عايز اطلع الناتج بتوع الثلاث اقواس دول. طيب مبدئيا القوسين دول شبه بعض، بس في واحد وموجب واحد سالب، دول متوافقان، ودوت مش شبههم خالص. طب انا هفك المتوافقين دول الاول، هضرب الاول في الاول والتاني في التاني، يبقى واحد في واحد بواحد، موجب في سالب بسالب، جتا في جتا بجتا اس 2. حلو قوي. في بسم الله، الواحد زائد زتا تربيع دي قانونها اصلا قطا قطا تربيع. ماشي، واحده واحده. هنا واحد ناقص جتا تربيع، ايه ده؟ ده قانون ايه؟ هو انا كان عندي قانون جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا بتساوي واحد، فهو عايز ايه؟ يخلي الواحد ناقص الجتا دي مع بعض، يعني هودي الجتا دي هناك بعكس الاشاره، يبقى يتفضل لي جا سيتا اس 2 بتساوي واحد ناقص جتا سيتا اس 2. يعني الواحد ناقص جتا اس 2 دي بتساوي ايه؟ جا اس 2. يعني الواحد ناقص جتا اس 2 دي بتساوي ايه؟ جا اس 2 في قطا اس 2. حلو. طب ما هو الجا مقلوبها قطر، اي حاجه في شقلبها بكام؟ بواحد، يبقى انت عندك الكلام ده طلع بواحد. بس خلاص كده. عايده تاني؟ لا، ما تعيد انت يا عم، ما ترجع سنه وعيدها تاني، ده انت ماسخ. هو هنا في الحصه ماسخ قوي. يا ساتر يا بابا، يا ساتر يا بابا، مسخن. يقول لك عيد تاني. اهو، تعالى هنا. عايز مساحه المثلث المتساوي الاضلاع الذي طول ضلعه 12 تساوي كام؟ بص يا عم، مش هضحك عليك عشان اقول لك السؤال ده انت اصلا حافظ قانون مساحه مثلث متساوي الاضلاع، انت حافظها، وانا اقول لك قانونها وممكن تنساه وممكن ما يبقاش وقت المفاهيم، فانا مش عايز قانونها، انا اقول لك على كان اصله ايه. انت عندك مثلث متساوي الاضلاع، يعني كل زاويه ب 60 60 60. متساوي الاضلاع يعني كل ضلع ب 12 12 12. حلو قوي. تعالى معايا. هو انا بالنسبه لي عندي قانون، لو عندي ضلعين وزاويه ما بين الضلعين، مش القانون كان نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاويه المحصوره؟ يبقى اقول نص على طول في الضلعين حاجه واحده، يبقى 12 في 12 في جا 60. حلو قوي، انت كده كده حافظ القانون ده، لكن القانون التاني لما بيتبسط اللي هو اللي جاي من ده انت بتنساه. يبقى نص 12 في 12 في جا 60 دايما. طب لو قال لي طول الضلع بخمسه يبقى نص في 5 في 5 في جا 60. طب لو قال لي الضلع بسبعه او مثلا بسبعه ماشي، يبقى نص في 7 في 7 في جا 60، عشان بس ما تخش تحفظ قانون تنسى. نص 12 في 12 في جا 60 هيطلع معاك ب 36 جذر 3 زي ما انا مختارها معاك كده اهو. هنا بيقول لي عايز المعادله الكارتيزيه اللي بتمر بالنقطتين دول. طب تمام زي الفل. تعالى معايا. المعادله الكارتيزيه اللي بتمر بالنقطتين دول، عشان اجيب المعادله الكارتيزيه كان المعادله الكارتيزيه كانت ايه؟ كانت عباره عن ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد، الكلام ده بتساوي الايه؟ الميل. فلازم يكون عندي نقطه وميل. انا دلوقتي عندي نقطتين، طب ما انت ممكن تجيب منهم الميل عادي. هو الميل كان ايه على ايه؟ كان فرق الصادات على فرق السينات، كانت دي س ودي صاد ودي س ودي صاد، يبقى اقول مين ناقص مين؟ 4 ناقص 1، 4 ناقص 1 على مين ناقص مين؟ سالب 2 ناقص كام؟ 3. هيبقى 4 ناقص 1 يعني 3 على سالب 5، يبقى الميل بايه؟ ب 3 على سالب 5. حلو، خد اي نقطه بقى. هي المفروض ص ناقص ص على س ناقص س، خد النقطه الاولى او الثانيه الاثنين زي بعض، خد الثانيه عشان دي موجبه وحلوه. الصاد بكام؟ بواحد، يبقى امسح الصاد واحد دي واكتب واحد. والسين بكام؟ بثلاثة، يبقى مكان السين دي هكتب 3. والميل بكام؟ الميل ب3 على سالب 5، يبقى هكتب كده 3 على سالب 5 واضرب مقص. هضرب 3 في كل تحت، 3 في س 3 س ناقص 3 في 3 ب9 بتساوي سالب 5 في كل اللي فوق، سالب 5 في ص سالب 5 ص، سالب 5 في سالب 1 بموجب 5. قشطه. واديها بقى معادله صفريه، دي بالسالب تروح بالايه؟ بالموجب، يبقى 3 س زائد 5 ص، السالب 9 تنزل، دي بالموجب تروح بالايه؟ بالسالب، يبقى سالب 5 بتساوي 0. سالب 9 وسالب 5 بكام؟ بسالب 14.
فانت عندك المعادله ايه؟ 3 س زائد 5 ص ناقص 14 اللي هي تبقى رقم ايه؟ رقم ا. تمام؟ تعال نخش في اللي بعده. اللي بعده ده سؤال بعض الناس بيبقوا حافظينه، وانا بصراحه ما بحبش الحفظ، انا بحب اي حاجه نجيبها زي ما بنشتغل عادي. هو عايز الحل العام. الحل العام ده كنا قلنا عليه ان هو بيبقى عباره الزاويه زائد 2 باي نون، صح كده؟ ما عدا في الظا كنا بنخليها زائد باي نون بس. طب انا عايز دلوقتي الحل العام لجتا سيتا بتساوي 1. هتقول على الاله شيفت كوزين 1 هتطلع بصفر. صفر، بصفر. شيفت اعملها على الاله، شيفت كوزين 1 هتطلع بصفر. زائد 2 باي نون. طبعا الصفر ملوش اي عازه، ممكن امسحه اصلا. يبقى الحل العام كان ايه؟ 2 باي نون اللي هو ده. قشطه. هنا بيقول لك ان المعيار بتاع الالف ب4، فعايز الف بس على الصوره الاحداثيه. هو هنا مديك زاويه ومديك ايه؟ ومديك معيار، بس هو عايز على الصوره الاحداثيه. اشمعنى؟ عشان كل اللي موجود هنا مفيش زاويه، كله س وصاد س وصاد س وصاد س وصاد، يبقى دي كلها احداثيه. يبقى انت عندك الف الصوره القطبيه معياره زاويه، المعيار بكام؟ ب4، والزاويه بجيبها من اول محور السينات الموجب ده لحد الخط او لحد المتجه اللي هي بتيجي بكام؟ ب30. يبقى انت عندك الصوره القطبيه 4 و30 درجه. انا عايز الاحداثيه، يبقى عايز السين وصاد، يبقى عايز السين وصاد. عشان اجيب السين بحط ما بينهم جتا، يبقى ايه؟ 4 جتا 30. وعشان اجيب الصاد بحط جا، يبقى ايه؟ 4 جا 30. فعلى الاله 4 جتا 30 تطلع ب2 جذر 2. 4 جا 30 تطلع ب2، ده 2 جذر 3. 2 جذر 3، 2 جذر 3 و2 اللي هي تبقى فين؟ تبقى د. ماشي. تعال نطلع ونبص على اللي بعديها. اخر واحده تقريبا. قشطه. 31 سؤال بالظبط. بالظبط. خلصت. هو بيقول لي المصفوفتين دول مضروبين في بعض بتساوي المصفوفه دي. عايز مني السين والصاد يا صاحبي. تعال نجيب السين والصاد عادي. هو انا عندي مصفوفتين مضروبين في بعض، فبضرب كل صف في ايه؟ في عمود. طب ما تضرب معايا. بص، انا هضرب 2 في س ب2 س زائد 3 في 3 ب9. هضرب في العمود الثاني 2 في 7 ب14 زائد 3 في ص ب3 ص. هضرب بقى الصف الثاني 4 في س 4 س زائد 5 في 3 15. اضرب في الأخير 4 في 7 28 زائد 5 في ص 5 ص. الكلام ده بتساوي مصفوفة كام؟ 7 8 11 18. هو عندك مصفوفتين بيساووا بعض، يبقى كل عنصر بيساوي نظيره. يبقى الأول من هنا بتساوي الأول من هنا. يبقى إيه؟ يبقى أنت عندك 2 س زائد 9 بتساوي 7، والتاني بتساوي التاني عشان أجيب الصاد. يبقى 14 زائد 3 صاد بتساوي 8. حلهم لي المعادلات بقى. دي بالموجب وأوديها بالسالب، يبقى 2 س بتساوي 7 ناقص 9. يبقى 2 س بتساوي سالب 2 على 2 وعلى 2 باي باي، يبقى الس بتساوي سالب 1. قشطة؟ قشطة. هجيب الصاد، هودي دي بعكس الإشارة، يبقى 3 ص بتساوي 8 ناقص 14. 8 ناقص 14 يبقى 3 ص بسالب 6. وعشان أجيب الصاد هقسم على 3 وعلى 3، فده مع ده باي باي، يبقى الصاد بتساوي كام؟ سالب 2. فأنت عندك السين بسالب 1 والصاد بسالب 2، فهو عايز نجمعهم يبقى سالب 1 زائد سالب 2 موجب في سالب بسالب، يبقى فيها سالب 3. يبقى ده الاختيار ايه؟ ألف. حد يقول لك يا مستر ايه؟ طب هو انا لو كنت قلت 4 س زائد 15 بتساوي 11 كانت السين برضه هتطلع بسالب 1 لازم. طب ولو كنت قلت الاخير ده مع الاخير ده كانت الصاد هتطلع بسالب 2 لازم. ولو مش مصدقني جربها. كده الفيديو ده هنزله لك كده لوحده، وهنزل الفيديو التاني هيكون بدايته المقال ان شاء الله ونهايته الاسئله اللي خدناها في الحصه